صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سنه سعيده علينا ان شاء الله يا رب في اعز الصحه والسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نصلي ونسلم على سيدنا محمد. احنا النهارده جبنا زي ربع كيلو او اكتر شويه بلح ناشف جميل اهو. غسلته وشيلت منه طبعا النجا او البذر اللي من جوه زي ما انت بتقولي. غسلناه وجهزناه حضرناه اهو. ورحنا جايبين معانا معلقه عسل نحل، عسل ابيض كده. ولو مش متوفر عادي، يعني ممكن تحطي انت كده كده بتحطي سكر، بس دي بتديله نكهه جميله جدا. ومعايا هنا اللهم صل على النبي، ومعايا بسم الله ما شاء الله جوز الهند وفول اللي هو السوداني، او الفول مثلا اللي هو غير مجروش، بس دي على صحيح على بعض. نقلب كده مع بعضه كده. عايزه تحطي له فانيليا، عايزه تحطي له قرفه براحتك، بس انا صراحه عيالي مش بيسحبوه بالايه بالقرفه، بيحبوه بالمكسرات بس. ورحت جايبه معايا اللبن غليه، لازم يكون مغلي عشان انت حاجه هتشربيها اهو، سخن برضو. نغطي اللبن البلح كده ونسيبه خالص لحد ما يخمر معانا، لازم نغطيه كده ونسيبه لحد ما يخمر معانا ويبقى طري. ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نغطيه كده باي حاجه، نجيب طبق ونغطيه بيه، يبقى كده نغطيه بطبق زي ده ونسيبه كده لحد ما ايه، اما يخمر معانا. يبقى اللهم صل على النبي، بعد ما سبته حوالي 4 أو 5 ساعات خمرناه من الصبح مع بعض شايفين. ورحت جايبه اللبانه اللي انا عامله فيها، ورحت جايبه الوش كله، ورحت حاطاه على ايه، على وش اللبن. لو اللي عايز العصير يبقى دسم، عصير البلح. ورحت جايبه معايا شفشف الخلاط. في ناس مش بتفرمه، بس انا بحب افرمه بيبقى ناعم شويه، بس مش بفرمه بالطريقه يعني ايه ناعمه خالص، لا نص فرمه كده. يبقى احنا حاطين عليه معلقه عسل ابيض اللي هو عسل نحل. وروح جايبه بس عشان البلح مسكر، هروح جايبه معلقه ونص معلقه بس على كوبايه، على معلقه العسل النحل، هيبقى ممتاز. ونفرم مع بعض نص فرمه كده ونوريكم. يبقى يا دوب بس نص فرمه كده، واروح ايه شايله. رحت جايبه معايا الكوبايات الحلوه دي انا هي، ورحت نازله بالايه بالعصير. طبعا تقيل عشان مش الفرم قوي، تيجي تاكليه كده تلاقيه قطع، بيبقى ايه روعه وجميل وممتاز. وبرده كذلك الامر نعمل هنا كده. عايزه بقى تحط عليه مثلا جوز الهند بزياده، عايزه تحطي مثلا زبيب. بصي اللي ولادكي باكلوه حطيه، بس انا حطيت جوز الهند وفول سوداني بيخلي طعمه جميل خالص. ومعلقه عسل النحل دي بتوديه في حته تانية، بس طبعا لو مش متوفر عادي خالص، السكر بيؤدي الايه الغرض. جميل وممتاز اهو. يبقى ده العصير البلح اللي موجود في كل بيت، بس عملناه باللبن. حاجه جميله كده وجميل يعني. بص دي كله بيبقى يعني متوفر في اي بيت في رمضان. بألف هنا وصحه يا رب تجربوه وتقولوا رايكم. حاجه دسمه وحاجه جميله، بألف هنا وصحه. وطبعا زي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، ومع الف سلامه.